اهلا يا مروان، اهلا يا حبيبي، اتفضل. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ معلش حضرتك ممكن تدخلي تندهي لي سلمى؟ حقك يا حبيبي، مراتك ولازم تشوفها، بس هي مش موجوده. مش موجوده ازاي؟ ده الباب لسه قايل لي ان هي فوق. هو قال لك كده؟ ما هي كانت موجوده بس نزلت راحت مشوار، وتلاقيه مدهول على عينه ما شافهاش وهي نازله. يا طنط يا طنط ما تساعديش سلمى على تصرفات غلط هي بتعملها. انت هتكدبني يا مروان؟ طب الشقه قدامك اهو، فتش فيها لو لقيتها. وبعدين ما تضغطش على البنت كده يا مروان، حرام، هي لحم ودم برضه، ما ينفعش تصرفاتك كده كتير قوي. ما انا برضه يا طنط لحم ودم. الله، بعدين انا مضغوط عليا قوي قوي الصراحه يعني يا طنط. بعدين حضرتك المفروض تتدخلي في الموضوع عشان نحله بدل ما الامور بتفلت من ايدينا. يعني يرضيك يا طنط؟ يرضيك النهارده اروح المكتب الاقي طارق خطيبها الاولاني قاعد معاها؟ وليه ما تقولش ابن عمها؟ عيب عيب كده يا مروان قوي. وبعدين طارق كان رايح في شغل. واشمعنى هو؟ الا اشمعنى هو واشمعنى مش هو؟ هو صحيح كان خاطبها وقري فتحتها بس فسخوا، يعني اتقطعوا خلاص. ده ابن عمها وده ما يرضيش ربنا. طنط انا ما قلتش كده، بس كان المفروض تقول لي. تقول لك على ايه؟ ده كلام بسيط. بقول لك ايه يا مروان، ما تخليش حد يودود لك في دماغك ويخرب عليك، انت فاهمني طبعا. مش عايزه المح اكتر من كده واقول لك مين. قصدك ماما. على العموم ماما قالت لي على الاتهام الصعب اللي حضرتك اتهمتيها بيه، سحر ايه وشعوذه ايه؟ ده ماما قايمه نايمه كل اللي بتفكر فيه ان اجيب لها حفيد. يا طنط يا طنط ساعدينا نصلح الامور، ولا حضرتك يعني مش عايزه اجيلك حفيد؟ ادخلي ندعي لها. حاضر يا حبيبي. لا، ما هي مش هنا يا حبيبي، كدب خيبه. بقول لك ايه يا مروان، هي جوه ومش عايزه تقابلك، سيبني كده ثم اظبط لها دماغها وانا هجيبها لك لحد باب بيتك. عارفة لما بتكوني في علاقة مع راجل كويس ومحترم وفجأة كده تلاقي مفيش ولا حاجة جذباكي فيه، وفي اللحظة دي بقى يظهر لك واحد من الماضي، تحسي انه ايه ده؟ انا ايه اللي خلاني ابقى مع ده واسيب ده؟ ليه اتجوزت مروان وسبت تيتو؟ هو مروان مش وحش يعني، بس تيتو غني وشكله كويس وبيحبني. نهارك اسود يا سلمى، انت ازاي اصلا تفكري كده؟ انت اتجننتي؟ ايوه صحيح، انا ايه اللي بيخليني افكر بالطريقه دي؟ ما ينفعش افكر كده خالص. بس لعلمك بقى مروان هو اللي مسؤول ان انا بفكر بالطريقه دي من كتر ما بيضغط عليا. انا زعلانه من نفسي قوي ان انا فكرت كده. على فكره بقى انا تيتو ده ما يمثليش اي حاجه، هو ابن عمي وبس. ولعلمك بقى انا اوقات كتير جدا بنسى انه كان قاري فتحتي. على فكره بقى مفيش اي وجه مقارنه ما بين الاتنين، الحلاوه دي اذواق. انما مروان جدعنه، تحمل مسؤوليه، رجوله، حنيه، خفه دم، حبه اللي باين في عينيه، كل الحاجات دي سوري يعني مش موجوده في اللي اسمه تيتو. وانت ان شاء الله تعرفي مروان وتيتو منين؟ طبعا انت تعرفيهم بس مش لدرجه تخليكي تعرفي الفرق ده كله. مش بالكلام يا فالحه، في حاجات كتيره جدا ومواقف حصلت قدامي، وكمان حاجات انت حكيتيها لي. وفي زي مروان. شكلك معجبه قوي بمروان، حقيقي ما كنتش واخده بالي. يا اختي جاتك نيله، انت هتقلبي عليا في السكه انا كمان ولا ايه؟ هو سؤال واحد، بتحبي مروان ولا لا؟ يلا يا ولاد الاكل جاهز. انت هتاكلي تاني؟ ايوه جعان. يلا بالهنا والشفا، يلا.